نستهل النشر بالخبر التربوي، حيث التحق تلاميذ المؤسسات التعليمية بمختلف أسلاكها بحجرات الدراسة بالداخل وعلى غرار باقي ربوع المملكة. أشرف والي الجهة رفقة منتخبين على إعطاء الانطلاقة الرسمية للموسم الدراسي 2014-2015. عن تفاصيل الخارطة المدرسية وفقرات الدخول الدراسي يدور الريبورتاج التالي لمحمد التروزي ومحمد الداس. أكثر من 23 ألف تلميذا وتلميذة، العدد الإجمالي للتلاميذ بالأسلاك التعليمية 3 بإقليم وادي الذهب. 39 مؤسسة أعدت لاستقبال هذه الأعداد الهامة من أبناء الإقليم. مستجدات الدخول التربوي بالداخلة تسطير برنامج لتجويد الفعل التربوي من خلال توظيف تكنولوجيا الإعلام والتواصل وتوسيع العرض التربوي عبر إحداث مدرسة ابن منظور الابتدائية، إضافة إلى إحداث قسم لشعبة التعليم الأصيل للجذع المشترك ومسلك البكالوريا الدولية، مع تعزيز هيئة التأطير والمراقبة التربوية بمفتشين تربويين. الجديد على مستوى الخريطة التربوية هذه السنة هو إضافة قسم البكالوريا المغربية خيار فرنسية، وهذا مستجد هام، بالإضافة إلى قسم خاص بالعلوم الشرعية. ثم من بين المستجدات الهامة الذي عرفها هذا الموسم الدراسي هو انتقال طلبة الأقسام التحضيرية إلى مؤسستهم الجديدة، وعرف عددهم تزايدا هاما. تسطير برنامج يروم توظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل تجويد الفعل التربوي، وأيضا إلى عناية قصوى لأنشطة وبرامج ترسيخ السلوك المدني من خلال قيم الحوار والتسامح، فضلا أن هذه السنة تم تعزيزنا بهيئة تأطير تربوي للمراقبة التربوية، مفتشين خاصة في المواد التعليمية الذين سيعززون تجربة إحداث قسم لمسلك البكالوريا الدولية. مع الافتتاح الرسمي للدخول المدرسي بالداخلة، تم توزيع مجموعة من المحافظ والكتب المدرسية على عدد من التلاميذ، افتتاح يفتح معه الباب أمام باقي أنواع التعليم من الخاص إلى تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا الأقسام التحضيرية التي تشهد هذه السنة ارتفاعا ملحوظا في عدد المسجلين بها.